طب انا عايزك بقى تركز معايا في الكلمتين دول، علشان من اول العربيه دي احنا كده بنبتدي نركب عربيه محترمه، كده بنبتدي نركب عربيه بتدينا ثبات، امان، اداء، شكل، حجم، مساحات، براند، اسم معروف، وكواليتي عاليه. بص معايا كده، سكودا اي دي سكودا اي 8 الجديده اللي اتطورت شويه واتضاف فيها شويه حاجات. دي سكودا فيس ليفت، اي 8 فيس ليفت، والعربيه دي اتضاف فيها شويه حاجات لذيذه واتاخروا هم في الموضوع ده، ولكن شركه سكودا بدات تسمع وتشوف الناس ناقصها ايه. الناس كانت بتشتكي بتقول لك هو احنا ليه بنشتري عربيه من براند معروف بالرقم ده وبناخد عربيه فقيره شويه في الكماليات؟ لا، الموضوع بقى اختلف خالص. تعالى معايا نشوف الدنيا فيها ايه. مبدئيا منظومه الحركه لسه زي ما هي، ال 1400 سي سي تربو، ال 150 هورس باور مع الفتيس الايسن الياباني، الثمان نقلات. منظومه الحركه هي 250 نيوتن متر، 150 هورس، فدي حاجه لذيذه. منظومه ما عملتش مشاكل والناس كلها بتحبها. لو جينا نشوف التغييرات فالفيس ليفت عندنا جنوط جديده كليا، الجنوط دي ما كانتش بتنزل بالشكل ده، وعندنا الشكل كمان الفوانيس اتغير، الفانوس اتضاف فيه الزيادات شويه، ما بقاش هو الاول كان لحد هنا مثلا، لو انا شلت كده حطيت ايدي كده ده كده الشكل القديم، شلت ايدي كده بقى الشكل الجديد. شوف يا معلم الموضوع بسيط، ما فيش دوشه يا راجل، هو الموضوع بسيط خالص، هو ده الشكل الجديد ده. من جوه عندك الدنيا برضو اختلفت، بقى عندك اوبشن ان انت تشتري العربيه بفرش باللون الجملي او البني ده، والكرسي كمان بقى اكثر راحه واتطور خالص، وده يمكن اكبر تطوير في العربيه. الكراسي دي بقت كهرباء وبقى فيها ميموري وبقى فيها تسخين في الكراسي وبقى فيها مساج كمان، ودي حاجه لذيذه. والكرسي نفسه بقى فيه الحته الجميله دي اللي بتطلع لقدام ويبقى انت كده قعدت على سرير وتديك راحه. اتطور كمان في العربيه ان العربيه اتضاف فيها شنطه كهرباء، ودي حاجه لذيذه. العربيه ما كانش فيها شنطه كهرباء الاول، دي الشنطه بقت بتفتح وتقفل كهرباء، حجمها طبعا 600 لتر، ودي اكبر شنطه اصلا ممكن تاخدها في الفئه دي. وطبعا سكودا شركه محترمه بتنزل لنا عربياتها بالدواسات والحاجه بتاعت ايه في فنان. وتعالى نكمل ونشوف التغيير. طبعا انت لما هتيجي تفكر وتقول يا محمد هو انت بتتكلم في كلام غريب، هو ايه اللي اتضاف فتحه شنطه كهرباء واتضاف كراسي كهرباء وميموري وبتاع؟ هو ده الحاجات دي موجوده في عربيات كتير. معلم، ما هو ده اللي انا مستغربه زيك بالظبط. ما هو انت يا سكودا لسه فاكره مات هم ضافوا، بس طبعا لما تيجي تفكر وتقول هو ازاي سكودا ما كانش عندها الاوبشن ده في العربيه دي، مش فاهم برضه. العربيه كمان بقى فيها بخاخات في الفوانيس، الفوانيس دي تنضفها في حاله المطر وكده، ده بيطلع ينظف الدنيا. وزي ما قلت لك انا من اول هنا عن نفسي انا انا هنا مقتنع ان من اول هنا انا ببتدي اخد عربيه حلوه، ببتدي اخد اداء، امان، شكل، ثبات، حجم، زي ما قلت لك في الكلمتين اللي فاتوا. هنا بنبتدي نركب العربيه تمام. عندي هنا شاحن وايرلس ده ماشي، ممكن ده كان موجود، وفرامل يد كهرباء، والفتيس شيفت باي واير، نفس بقى المنظر اللي انت متعود عليه من سكودا، نفس المفتاح حتى اهو، المفتاح متغيرش، نفس كل حاجه. الشاشه بقت اكبر، والشاشه دي من اول فئه موجوده. العدادات بقت ديجيتال من اول فئه، هي طبعا في باقي الفئات الاول كانت ديجيتال، فبقت دلوقتي من اول فئه ديجيتال. وبس يا سيدي، ده اللذيذ في سكودا. بننزل بقى يا فنان، ننزل ونشوف ايه اللي اتغير من ورا. ما تشغلش بالك يا جدعان بالمساحه دي، انا كده كده مش طبيعي، انا برجع الحاجه لورا وبتني الكرسي ده لورا، فده انت مش هتعمله. لكن هي العربيه واسعه طبعا. اتضاف ورا زون جديده للتكييف، تحكم خلفي، تقدر تتحكم في درجه الحراره، واتضاف ستاير خلفيه، غير ان العربيه اصلا فيها فاميه. كده بقت العربيه متكامله، كده بقت العربيه حلوه ومتكامله. الفوانيس كمان شكلها اتغير شويه، ترتيب ال LED ده كده شكله اتغير. وعندك برضو يا سيدي الفوانيس الاماميه بقت اشيك وبقى شكلها هجومي، بقت بص عامله ازاي الفانوس بتاعت سكودا اللي هي اسمها الكريستال لايتنج. لا شغل عالي بصراحه، شغل عالي. العربيه لما بتنور الفوانيس قدام كده بتروح في حته ثانيه، العربيه بقت شكلها هجومي اكتر يعني. طيب بالنسبه للوسائل الامان، فوسائل الامان معروفه، 6 ايرباج، ABS، EBD، ESP، فيها مثبت ومحدد للسرعه، فيها بقى بالنسبه للاوبشنز كيلس انتري وستارت ستوب انجن ومرايات ضم كهرباء والحاجات بقى اللذيذه اللي انت عارفها دي كلها. مش هضيع وقتك في اوبشن العربيه انت عارف. بس يا سيدي، فده كان كل اللي ممكن تعرفه عن سكودا A8 الجديده. العربيه دي مميزه زي ما قلت لك وحلوه، لو بتفكر تشتري عربيه سيدان في الفئه دي فالعربيه دي اول ترشيحات، وانا بقول الكلام ده من زمان مش جديد يعني. العربيه دي بدايه العربيات المحترمه زي ما انا قلت لك. وكان معاكم محمد الباشا، وما تنساش بقى تعمل لي فولو على تيك توك وانستجرام وفيسبوك. وبس كده، تقدر حضرتك تتفضل دلوقتي. اتفضل اتفضل اتفضل، سلام.